السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة، وبنحبها كلنا اكيد. يعني كل الناس بتحب القرص الفلاح الطرية. ماشي. قبل ما نبدأ هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نخش بقى على الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق، ماشي، اهوت، وسمنة وسكر ولبن. السمنة بتاعتنا هي سمنة فلاحي، وشوية سكر حلوين والدقيق. اول حاجة هنعمل ايه؟ وشوية ملح صغيرين كده. هنحط الملح هنا، وهنحط السكر اهو، ماشي. وهننزل على ده كله بالايه؟ باللبن بتاعنا. خلاص ماشي. فضي اللبن كله، استنى، كله اه، فضي اهو. هنفضي اللبن اهو زي ما انتوا شايفين. انا بعمل القرص الطريقه الفلاحي بالطريقه ديت، بتطلع احلى قرص. والنهارده بقى هنعملها مش هنعملها ساده، يعني هنعمل شويه ساده علشان نعرف ناكل بيهم جبنه او عسل اللي موجود عندي. وهنعمل شويه ايه؟ محشيين عجوه زي بتاعه الدكان كده. خلاص، حطينا اللبن والملح والسكر. هنحط عليهم كمان السمنه اهو. السمنه بتاعتنا اهي، كل ده مع بعض اهو، ماشي. هنبتدي بقى ايه؟ هندوب السمنه مع السكر مع الملح. وهنحط ايه؟ حته خميره. القرص بتاعتنا دي لازم يكون في خميره. الخميره هي اللي بتخليها حلوه، ماشي. ولازم الخميره البيره. الخميره الفوريه لا، الخميره الفوريه ما بتخليهاش حلوه بصراحه. الخميره البيره العاديه بتاعتنا دي، شايفين؟ هندوبها بقى في اللبن بتاعنا ده، وهنبتدي نعجن فيها. وهرجع لكم تاني بعد ما تشوفوا العجينه اتعجنت ازاي. هوريكم العجينه بعد ما تخلص. ورجعت لكم تاني بعد ما عجنت العجين وبعد ما عجنت القرص بتاعتنا. شوفوا شكلها عامل ازاي. لازم العجينه كده تكون ناعمه في ايدك وطريه. هي لا طريه قوي ولا ناشفه قوي، ماشي، علشان تطلع معاكي العجينه مظبوطه. لازم تكون بالشكل ده. ولازم الحاجة اللي انت بتعجني فيها تكون نظيفة كده، ما يكونش فيه بواقي دقيق ولا عجين لازق. وانتي ايديكي تبقى نظيفة من العجين كده بالمنظر ده، ماشي. خلصنا كده اهوت العجينة بتاعتنا، وحطينا الخميرة بتاعتنا، وحطينا اللبن، وحطينا السكر. في طريقة تانية بقى للعجن، ان انتي بتحطي اللبن بتاعك، ماشي، و... وتعجني نص عجنه كده مع الملح ومع السكر. وبعد كده ايه؟ تعجني نص عجنه وبعد كده تحطي السمنه. انما الطريقه دي اسهل، ان انت ايه؟ بتحطي كله على بعض وبتعجني كله مره واحده، احسن ما تتعبي وتعجني ايه على كذا مره. كده خلصنا اهوت. هنغطيها كويس لحد ما تختمر. العجينه ديت عشان تختمر في الصيف بتقعد نص ساعه، ماشي. لو الخميره بتاعتك زياده شويه يبقى ايه؟ ربع ساعه. وبعد كده في الشتاء بقى بتقعد من ساعة لساعة ونص. انما احنا لسه هو في الجو الصيف، فهنستنى عليها نص ساعة لحد ما لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها. وبعد كده هنقطعها وهنشوف هنعمل ايه تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص العجينة خمرت اهي زي ما انتوا شايفين. طب هنعرف يا أميرة ازاي ان هي خمرت؟ اهي قدامكم، هي كانت كده، مش هي كانت حتة صغيرة. العجين بيتضاعف حجمه وبيكتر، ماشي. كده خلاص العجينه اختمرت. ما عليتش معاكي في بردك طريقه اللي هي ايه؟ بتلاقيها مفتحه كده. شايفين العجينه مفتحه ازاي؟
ده دليل على انها اختمرت. شايفين المنظر اهو. العجينه لما تكون مفتحه كده كده بقى اختمرت. خلاص خلاص خلصنا من ناحيه العجين دي. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنمسك بقى ايه هنعمل معانا، هنكورها كده كور صغيره. ماشي. الترابيزه دي عايزه اقول لكم ان هي حبيبتي 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 مساعداني في كل حاجه. احلى حاجه بعمل عليها الفطير باسهل طريقه، وبعمل عليها القرص. انا خليت جوزي يعملها لي علشان تبقى سهله في فرد كل حاجه، بتفرد القرص بتفرد الفطير. الترابيزه الالومنتال ديت فظيعه بصراحه. ماشي. خلاص خلصنا. هنكور بقى العجين كله بالطريقه ديت، وبعد كده ايه هنبتدي نعمل اللي احنا عايزينه. انا هبتدي اعمل بالعجوه الاول، اللي بالعجوه دي الاول اهي هعملها. هحشي اللي بالعجوه الاول، ويكون جنبنا ايه طبق وعليه قماشه كده نظيفه علشان نحط عليه القرص، او فيه الطوال الخشب لو عندك طاوله خشب. بس الطاوله الخشب هتحطي على الخشب على طول، مش هتحتاجي حته قماشه تحطيه. ماشي. انما احنا عندنا ما عنديش طوالي، عندي اطباق الومنيوم كده. هعمل بقى وهفرد وهوريكم بعد كده عملت ايه بعد ما اخلص. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت تقطيع العجين كده اهوت زي ما انتم شايفين كله كور كده. ماشي. هناخد اول كوره وهنعمل حفره فيها كده. ماشي اهو. وهنحط العجوه بتاعتنا فيها. العجوه بتاعتك لازم تكون طريه، لو مش طريه هقولك تطريها ازاي. هتجيبي العجوه بتاعتك وهتحطي حته سمنه على البوتاجاز، وهتحطي فيها العجوه وتسيحيها تخليها تسيح. ماشي. فلازم العجوه بتاعتك تكون طريه علشان تتفرد معاكي في العجين. لما تيجي تفردي العجين تلاقيها بتتفرد معاكي اهو. هنحط بقى في العجين وهنقفله كويس. ماشي. وهنبتدي نفردها كده بالمنظر ده. هنعمل بقى شويه العجوه اللي معانا دولت، انا مش عامله كتير دولت بس، هنعمل بيهم القرص. والباقي كله ان شاء الله هيبقى قرص ساده كده تحطي فيها جبنه. وعلى فكره الحشوه ديت مش اساسي، عندك شوكولاته ممكن تحشيها، عندك جبنه ممكن تحشيها، اي حشوه عيالك بيحبوها انت ممكن تحشيها. انا عيالي بيحبوا القرص ام عجوه، فعشان كده هعمل لهم القرص ام عجوه. خلاص. هخلص بقى وهفرد الحاجه. هوريها لكم بقى في التسويه لان انا مش هعرف اصور اكتر من كده بصراحه. هوريها لكم في تسويه الفرن بقى. ورجعت لكم تاني اهوت بعد ما خلصت القرص وبططتها. دي اللي بالعجوه، دي اللي هنبتدي بيها الاول هنحطها في الفرن. دلوقتي خلاص اهوت هنحطها في الفرن وهوريها لكم بقى بعد ما تستوي هتبقى عامله ازاي. خليكم معايا. دي منظرها اهي منظرها. ولازم تخرميها بالشوكه كده علشان القرص ما تقبش منك بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي بتطلع زي بتاعه الفران بالظبط. ومعلش هي العجوه لازم تبان كده من العجين علشان احنا من التبطيط اللي احنا بططناه لازم تبان كده. يلا هدخلها الفرن وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما خلصت القرص وعملناها. بصراحه ما قدرتش اكمل تصوير في الباقي لان بجد بجد كانت عمايل القرص متعبه، مع التصوير بيبقى متعب جدا. ماشي. فانا ايه جبت لكم ايه من الاخر شكلها عامل ازاي. انا طريقه العجن اللي شفتوها وطريقه التحضير وازاي بنعملها شفتوها في اول في اول الفيديو. فده بقى ايه اخر الفيديو اخر الفيديو بقى. وعملنا القرص زي ما انتم شايفين اهي. دي الساده بصوا طريقه ازاي، دي ساده ما فيهاش اي حاجه. ودي اللي بعجوه اهي بردك طريه وجميله اهيت وهشه من جوه وشكلها بصراحه تحفه. وبالهنا والشفا. جربوا الطريقه ديت ومش هتندموا. كده خلاص وصلنا لاخر نهايه الفيديو في عمايل القرص الفلاح الطري. وبصوا لونها تحفه وجميل والشكل جميل. بالهنا والشفا. وبالهنا والشفا للي هياكل.
ايه رأيكم؟